للأسف الناس ما عادش فيها الخير خالص. تروح الشغل تلاقي الناس مش بتحبك ومش عاوزالك الخير. تروح تاكل تلاقي الناس بصالك في الأكل. تروح البيت تلاقي الجيران مش كويسة وحاجة كده مش مظبوطة. للدرجة دي الدنيا ما عادش فيها خير والناس بقت كلها أعداء. واحنا بندردش كده في الموضوع ده يجيلنا كاتب اسمه مايك ليبلينج ويقولك مش عارف تتعامل مع العدو بتاعك، طلبك عندي. ويألف كتاب اسمه العمل مع العدو. أيها السادة، وقت احتساء القهوة. أنا محمد ثروت وده آخر فصل في الكتاب، خليك معايا. السلام عليكم. كل سنة وحضراتكم جميعا بكل خير، انتم وأسركم وكل أحبابكم. عيد سعيد علينا جميعا. وانت بتألف في الكتاب ده هتلاحظ ان عمنا مايك مقسم الأعداء لنوعين: نوع خارجي وهو الناس اللي انت بتتعامل معاها، ونوع داخلي اللي هو نفسك. ايه ده، هو انا ينفع اكون عدو نفسي؟ طبعا ينفع. خلينا نبتدي بالاعداء الخارجيين. في ناس كده هتلاقيهم لوحدهم بيضايقوك ويقولوا لك كلام وحش، والكلام ده بيحصل لوحده من غير اي عداوة قبل كده. الناس دي نوعين: بيضايقوك وهم مش عارفين ان هم بيضايقوك، والنوع التاني بيضايقوك عن قصد. النوع الاول محتاج تدخل عاجل جدا منك، بمنتهى الشياكة اللي في الدنيا كده: انا بتضايق جدا من الهزار ده لو سمحت. بنسبة كبيرة قوي هيكون الرد: تمام، انا اسف، انا كنت بهزر معاك. وخلصت المشكلة من غير اي معارك. النوع التاني اللي قصده يضايقك ده مسك نقطة ضعف عندك وقاعد شغال عليها، واول ما يعرف ان هي مضايقاك مش هيسيبك، وحله الوحيد التجاهل. واول ما يحس ان الكلمة اللي بيقولها مش عاملة حاجة هيدور على غيرها. طب انا ليه اعمل كده؟ اما انا اقطع علاقتي بيه وخلاص. طب ما انت هتلاقي واحد تاني يضايقك. الهدف ان احنا نعرف نتعامل مع الناس، مش اننا نخسرها. النوع التاني: في ناس زعلانة جدا ان في اعداء في الدنيا، وفي ناس بتحسد، وفي ناس قلوبها مش صافية. الناس دي ممكن تكون مش بتحبك مش علشان حاجة انت عملتها، دي مش بتحبك علشان هي حاسة ان انت افضل منها، لبسك اشيك منها، طريقتك في الكلام احسن، متعلم افضل، وضعك الاجتماعي افضل. وانت قاعد تدور هو انا عملت لك ايه علشان تكرهني؟ انت ما عملتش حاجة. هم الناس اللي وحشين من ناحيتك بدون سبب. ما تتعبش نفسك معاهم خالص. والحل في الموضوع ده ان انت تتجاهل، لان اللي بيكرهك ده عمره ما هيحبك. تجاهله تماما. النوع الثالث: انت ليه بتصدق كل الكلام اللي يتقالك يا صديقي؟ طالما ان انت مش واثق من اللي قدامك، خلي فيه نسبة كبيرة قوي من كلامه ان يكون بيقول كلام مش مظبوط، وان يكون بيكذب علشان مصلحته او حتى علشان مصلحة حد تاني. هتلاقيه ما بيقولش الحقيقة، وغلط جدا ان انت تكون مصدق كده طول الوقت. في ناس كذابين قوي يا صديقي وعايشين معانا. خلي بالك. النوع الرابع: عشم مات واتدفن من زمان. مشكلة عشم ده ان احنا بنزعل لما نحط ثقتنا في حد ويطلع مش تمام. طب ما انت اللي غلطان، انت اللي اتعشمت زيادة عن اللزوم وانت بتتعامل مع الناس. طب حل الموضوع ده ايه؟ ان انت تكون على قناعة ان مفيش حد هيساعدك، وان انت بتعمل كل حاجة بنفسك. كده مش هتزعل. ولو حصل الموقف وحد ساعدك يبقى كده تمام، كتر خيره. بس لو ما حصلش انت مش خسران اي حاجة. حلو الكلام ده قوي. طب لما تبقى عدو نفسك الوضع بيمشي ازاي؟ خليني اقولك. اول صفة: صفة السواد والتشاؤم. في مجموعة من الناس نسبة التشاؤم والسواد عندها كبيرة جدا، لدرجة ان هم مش عارفين يعيشوا. تلاقيه بيكح يقولك انا عندي كورونا، تلاقي سكرينة الموبايل اتكسرت يقولك في مشكلة والدنيا مش حلوة والدنيا سواد معايا. كفاية سواد بقى علشان تعرف تعيش. الصفة التانية: ما تحكمش على الناس من بره وانت متعرفهاش، علشان ده بيلم أعداء كتير. يعني لما تشوف حد وما يعجبكش طريقة لبسه، قول لنفسك عادي، دي طريقته. لما تلاقيه اخد كورس انجليزي وفرحان قوي بنفسه ونص كلامه انجليزي بدون داعي، ما تخليش الكلام ده يعمل حاجز بينك وبينه، لان لما يحس بكده ده هيخليه عدو على طول. مش يمكن اللي مش عاجبك ده يطلع كويس من جوه وتبقوا صحاب؟ ليه لا؟ الصفة التالتة: ما تاخدش أي حاجة بمحمل شخصي. يعني مديرك لما مشاك من الشغل مش لازم علشان شكلك مش عاجبه، ممكن فعلا يكون عندك مشاكل في الشغل. الدكتور بتاعك في الجامعة لما اداك درجات مش حلوة ممكن يكون مستقصدك، بس ممكن يكون لأ. انت بس اشتغل على نفسك وذاكر كويس هتلاقي درجاتك أحسن مما انت عايز. الصفة الرابعة: كفاية جلد ذات والنبي. كفاية نقعد نلوم نفسنا ليل ونهار والنتيجة في الآخر صفر. أنا سقطت السنة دي في الكلية، أنا فاشل. تمام، هنعمل إيه بقى؟ أنا مش كويسة، أنا جبت 50% السنة دي في الثانوية العامة، أنا فاشلة.
تمام، هنعمل إيه برضه؟ المشكلة إن مفيش إجابة، أنا بلوم نفسي وخلاص. أرسطو كان بيقول اجلد نفسك مرة واحدة فقط واعمل بها 1000 مرة. لومت نفسك المرة دي تمام، دي حاجة حلوة إن أنت عندك مسؤولية وبتحس باللي حواليك، بس أكيد لو ما عملتش أي حاجة غير إن أنت تلوم نفسك دي حاجة مش مظبوطة. لو الفيديو عجبك شرفني إن أنت تشترك في القناة وكمان الجرس وأنت معدي علشان الجديد. حكاية الأعداء دي لسه فيها كلام كتير قوي، بس مش المرة دي، المرة الجاية. أنا محمد ثروت وده آخر فصل في الكتاب. أراكم على كل خير.